تخيل معايا إن عيلة من أكبر جد فيها لحد أصغر حد فيها كلهم قتلة مأجورين وبيعيشوا في جبل محدش بيعرف يقرب له، ولو حاول بس يقرب له بيتقتل قبل ما يوصل له. اللي أنا بقوله لك ده مش فيلم رعب، دي عيلة الزولدك من انمي هانتر اكس هانتر، تعتبر أخطر عيلة في عالم الانمي. أنا اسمي فتحي سنادة والنهاردة هكلمكم عن عيلة الزولدك. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا متنساش تدعمني بلايك وفولو. عيلة الزولدك هي أخطر عيلة في عالم الأنمي كله، ومع ذلك ناس كتير قوي بتحبها. خلونا نبدأ الأول بالكبار بتوع العيلة دي. أول حد فيها هو اسمه زيك زولدك. أول مرة نسمع الاسم بتاعه كان في شابتر 344 في المانجا، وهو واحد من الناس القليلة قوي اللي عرفت تروح للقارة المظلمة وعرف يرجع تاني حي. فده لوحده بيبين لك مدى قوته قد إيه. تاني حد في العيلة دي هو ماها زولديك، وهو عنده 98 سنة أو ده اللي معلن يعني، وهو بيعتبر من أقدم الناس في العيلة دي، ودخل فايت قبل كده مع نيترو اللي هو رئيس الصيادين وطلع من المواجهة دي حي، ونيترو بيعتبر فعليا إن هو ند ليه. مفيش معلومات كتير مذكورة عنه، بس ظهر قبل كده في الانمي بتاع سنة 99 في لقطة من اللقطات. الشخصية اللي بعد كده وهو زينو زولديك، وهو ده أبو سيلفا وكلنا عارفينه باستخدامه التنين، واكيد كلنا شفناه في الانمي في فايت قبل كده مع رئيس عصابة العناكب، وشفنا برضو ازاي ساعد نيترو في المواجهة بتاعته مع النمل، ومعروف عنه ان هو من القتلة المحترفين جدا. الجيل الثاني من عيلة زولدك بيتكون من شخصين، وهو سيلفا ابو كيلوا عنده 46 سنة، وكلنا شفنا قد ايه هو قوي سواء في الفايت اللي دخله مع رئيس عصابة العناكب او في المساعدة بتاعته في الارك بتاع النمل، وان هو قدر يقتل نملة واحدة ببوكس واحد منه. الشخصية التانية وهي كيكو زولديك، وهي مرات سيلفا أو أم كيلوا، ومعروف عنها إن هي شخصية مجنونة وبتحط كده ماسك على وشها ومحدش عارف إيه الباور بتاعتها، يعني مفيش أي حاجة ظهرت عنها كتير، بس هي بتفرح قوي لما بتشوف كيلوا هيقتل حد أو هيعمل حاجة مجنونة. وبعد كده عندنا الجيل الجديد اللي هو أولاد سيلفا وكيكو، المفروض إن هو بيبدأ بإيلومي اللي هو أكبر واحد فيهم وعنده 24 سنة، وكلنا شفنا قد إيه هو شخصية مرعبة وبيعرف يتحكم في الناس عن طريق الإبل اللي هو بيغرزها فيهم، وكان بيحاول كتير يسيطر على كيلوا من وهو صغير، بس كيلوا قدر يتخلص من الموضوع ده في الأرك بتاع النمل. بعد كده عندنا ميلوكي 19 سنة، هو ما عندوش أي قوة قتالية بس هو شاطر جدا في التكنولوجيا وبيفهم أوي في الكمبيوترات وبيعرف يستخدم الكمبيوتر في الهاكينج وعمليات القتل من بعد. بعد كده عندنا أختهم كلاوتو، ودي انضمت لعصابة العناكب وهي اوريدي عندها 10 سنين. نيجي بقى لآخر اتنين وهم أكتر اتنين محبوبين في العيلة، كيلوا زولدك وهو عنده 14 سنة، وهو يعتبر أقوى طفل في العيلة وقرر إن هو يهرب علشان عايز يكون مختلف، ورحنا شفناه داخل اختبار الصيادين، وبيعرف يستخدم الكهرباء كقوة ليه، غير إن هو سريع جدا وعنده قوة قتالية كبيرة، وحقيقي من أجمل الشخصيات اللي أنت ممكن تشوفها، وخصوصا في الصداقة بتاعته مع جون، إنسان طيب ووفي وبيحب جون لأبعد الحدود. وبعد كده عندنا أختهم ألوكا، ودي طفلة عادية خالص بس جواها كائن اسمه نانيكا، والكائن ده بيقدر يحقق الأمنيات بس قصاده بيحصل حاجات مرعبة جدا، وبيقولوا إن هو من القارة المظلمة، وهي اللي قدرت ترجع جون تاني للحياة بعد اللي عمله في أرك النمل، ولو استخدمت قوتها دي بشكل غلط ممكن تدمر العالم كله فعليا. فعيلة الزولدك مش عيلة قتلة وبس، كل واحد فيهم عنده حكاية وشخصية هي اللي خلته يوصل للشكل اللي هو فيه دلوقتي، وأعتقد ده اللي بيخليها واحدة من أخطر العائلات في عالم الأنمي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك وفولو.